السلام عليكم، أهلا وسهلا، تحية طيبة. قصة اليوم قصة واقعية ومعبرة جدا. خليكم معي. كان في بنت في سن الزواج، لكن كانت رافضة أنها تتزوج، والسبب غريب جدا. حبايبي، ممكن لايك للفيديو، الله يسعدكم، والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. مثل ما قلت لكم، القصة واقعية ومعبرة. كان في فتاة حلوة كتير، وكانت تشتغل معلمة، لكن كانت رافضة فكرة الزواج. كيف ما قلت لكم، كانت تشتغل معلمة بإحدى المدارس. يوم من الأيام سألوها زميلاتها اللي معاها بالشغل: انتي حلوة كتير، ليش رافضة فكرة الزواج؟ وليش ما تزوجتي للحين؟ وما هو سبب رفضك؟ قالت لهم: راح أحكي لكم قصة. كان منذ زمن امرأة ما بتنجب إلا البنات. هي كانت رايدة يكون إنها تجيب صبي، بس الله ما بيبعت لها إلا البنات، وأنجبت 5 بنات. جوزها كان بيتضايق كتير، لأنه هو كان نفسه في الصبي، وكل ما بتحمل وبتجيب بنت هو كان بيزعل وبيصرخ يعني بيعاملها معاملة كتير مو مليحة، وكان على طول بيهددها إنه يتزوج عليها ويتزوج واحدة تانية عشان تجيب له الصبي. كيف ما قلت لكم، جابت 5 بنات وحملت، والبطن السادس جوزها قال لها: خلاص، لو جبتي بنت راح أتخلص منها وحتزوج عليكي. وسبحان الله، إجابة البنت. البطن السادس كان بنت، وزوجها ما نسي. ولما إجابة البنت، أخذ البنت وصار يحطها على باب المسجد عشان يجي حدا وياخدها، وهو بضل بعيد براقب. البنت ما حدا بياخدها، بياخد البنت وبيرجعها على البيت. اليوم التاني كذلك، ضل أسبوع على هذا الحال، وما في حد بياخد البنت. خلاص مل وما عاد ياخد البنت للمسجد. فرحت الأم وقالت: الحمد لله. وبعد فترة حملت الأم، وحلف الأب إنه لو هالمرة إجابت له بنت خلاص راح يتزوج عليها. والأم كانت تدعي كتير وتقول: يا رب ارزقني الصبي عشان زوجي ما يتزوج علي. والأم كان عندها خوف كتير إنه زوجها يروح يتزوج عليها. ولدت الأم وإجابت صبي، ولما إجابت الصبي البنت الكبيرة توفت كده فجأة بدون سبب. وبعد فترة كمان حملت الأم وجابت صبي، وتوفت البنت الثانية. إجابت الأم 5 صبيان، وتوفوا 5 البنات. وعاشت البنت الأخيرة اللي كان أبوها يريد يتخلص منها، وكان بيحطها كل يوم على باب المسجد لمدة أسبوع. قالت لصاحباتها: تتذكرون هديك البنت؟ قالوا لها: أكيد. قالت لهم: هديك البنت هي أنا، اللي كان أبوها بده يتخلص منها. والسبب الثاني اللي ما خلاني أتزوج وهو أن أبويا كبير بالسن، وأنا اللي برعاه، وأنا اللي بدير بالي عليه. أخواتي الشباب كلهم تزوجوا وبيجوا مرة واحدة بالشهر، وبيشقوا على أبويا وبيروحوا، بيجوا مثل الضيوف، وأنا اللي دايرة بالي على أبويا،
وأبويا زعلان كتير وندمان وبيقول لي يا بنتي سامحيني. والآن هنا خلصت القصة، ودي نقول لكم إلى قصة قادمة إن شاء الله. الأقدار لا تخطئ، بل نحن لما بنرضى. ارضى بما قسمه الله لك، ولسوف يعطيك ربك فترضى. يلا يا بنات، إلى اللقاء، وإن شاء الله إلى قصة قادمة. وفي آخر الكلام غادي نقول لكم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.